السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض فراخ مشوية طعمها حكاية واحسن من كده كمان. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة معايا فرخة بتكون بيضة، وممكن تضيفوا اي كمية فراخ انتوا عاوزينها. قطعتها من ظهرها بالشكل ده ونقعتها في محلول النقع اللي هو عبارة عن ملح ودقيق وليمون، وسبتها حوالي نص ساعة في المحلول. وبعد كده غسلتها حلو. بعد كده هنقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنقطعها شرايح عشان تستوي بسرعة وتشرب من التتبيلة بتاعتنا. ومعانا بصلة مبشورة وطماطمية وفلفلة متقطعين قطع صغيرة، وعليهم رشة ملح ورشة فلفل صغيرين، وهنقلبهم في بعض. وبعدين هنحشوهم الفرخة. وعايزة اقول لكم ان الخطوة دي بتفرق في طعم الفراخ، بجد بتخلي طعم الفراخ حاجة تانية خالص. بحشيها بقى بالشكل ده، وبين الشرايح اللي احنا مقطعينها بنحشيها زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم اللي بضيف الحشوة دي كده على الفراخ من جوه طعمها بتبقى بجد حكاية. بضيف الحشوة من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بضيف التتبيلة عليها من بره. بجد طعمها حلو قوي. وهنا خلصنا بقى الحشوة، وهنعمل التتبيلة بتاعتنا في الخلاط. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة معايا طماطمية وبصلاية واربع فصوص توم وليمون وشطة وفلفل اخضر. ومعانا البهارات بتاعتنا، عبارة عن 7 بهارات وكمون وفلفل وسماق وشطة وبهارات فراخ وقرفة وكزبرة وبابريكا ومعلقة ملح كبيرة. ومعانا زبادي، ومعانا معلقة زيت ومعلقة خل. هنضيف بقى البصل طبعا، بصلاية كبيرة أو بصلتين لو مفيش بصل كبير. هنضيف البصلتين، وبعدين الفلفلة. هنقطعهم قطع كده عشان يتفرموا معانا بسرعة. وبعدين الشطة والطماطم، وهنعصر الليمونة، وهنضيف الأربع فصوص توم. وهنضيف الملح والبهارات بتاعتنا. وهنضيف الزبادي. عايزة أقولكم إن الزبادي تخلي الفراخ بتبقى طرية وجوسي من جوا. وهنضيف الزيت والخل. وبعد كده هنضربهم في الخلاط مع بعض. هنضربهم لما تبقى ناعمة خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما ضربنا التتبيلة بتاعتنا ونعبناها خالص في الخلاط، هنضيفها على الفراخ بالشكل ده، وهنقلبها بالشكل ده. لازم نتأكد ان التتبيلة اتقلبت في الفراخ. انا بقلبها من بره كده، مش بحط حاجة جوه الجلد، لاني احنا
حشينا حشوة لوحدها بعيد عن التتبيلة دي. لازم نقلبها حلو، وطبعا وبنسيبها في التتبيلة بتاعتنا ليلة كاملة في التلاجة، أو لمدة 4 ساعات أو ساعتين على الأقل. وطبعا بنغطيها وندخلها التلاجة. هنحط الفراخ في الشبكة ونحطها على الرف اللي في النص، ونحط صينية فيها مية في أرضية الفرن عشان تعمل بخار وتحافظ على الفراخ وتبقى جوسي وطرية وما تنشفش مننا. وهنقلب الفراخ، وبعدين هنشغل عليها الشواية من فوق لما تستوي. جربوها بقى وقولولي ايه رأيكم فيها بجد.